خليني نتكلم. هو عكس انقطع الموانئ الجزائريه مسيره. اي راني نجاوب فيك. عكس الموانئ الجزائريه مسيره 100% بسواعد جزائريه. نحن لا انا احترف بان الجزائر تفتقر الى خبره عالميه في تسيير الموانئ، ولكن الان توجهنا توجه الى لاننا نحاول ان نبني اقتصاد متكامل لا يعتمد على الاقتصاد البترول والغاز فقط. الآن نحن نعلم أن هناك بعض القطاعات حساسة التي كنا في الماضي أو في السابق لا نعلم دورها كالموانئ كالسياحة. الآن نحن نتوجه إلى بناء قطاع سياحي قوي. نحن نتوجه إلى استغلال موانئ الجزائر المتنوعة والمتعددة وذات الإمكانيات الاقتصادية العظمى، والتي ستكون منافسة لعدة موانئ عالمية، لأننا نمتلك المقومات الغاز، نمتلك اليد العاملة المتمكنة الجزائرية الخالصة، لا نعتمد على الأجانب. فهمتني أخي أسعد؟ لا ما فهمتكش. فهمت، راه باين. انا كان نتكلم لغه عربيه لا اتكلم لا لغه لا لا, أجنبية. لا ما فهمتكش، لاني سالتك سؤال واضح: ماذا يفعل الاماراتيون في موانئ الجزائر كامله وانت تقول انك تديرها 100% جزائريين؟ رد لي على هذا، الله يرحم لك الوالدين، ولا قسما بالله الا بوادي المخازن. ها هي رد لي على هذا السؤال وصافي. انت تتكلم كلام تيك توكي يا اخي تيك توكي خربوطي شخبوطي ايش ماشي. المهم رد علي، كيف 100% جزائريين وموانئ دبي ماذا تفعل؟ موانئ دبي لا يوجد موانئ دبي، تم طردهم، لا يوجد. كانت هناك لربما كان هناك عقود مع الاماراتيين في تسيير بعض الموانئ، ليس كل الموانئ الجزائريه. ميناء واحد هو ميناء الجزائر العاصمه، ولكن اكتشفنا خيانه الاماراتيين. وكان قمت باحدى اللايفات معك في 3 سنوات أو 4 سنوات عن العلاقه المغربيه الاماراتيه والجزائريه، بان هناك خيانه اماراتيه قبل ان تطفو على السطح وتظهر على العلن. المهم، اما عن غار جبيلات، عن استثمار غار جبيلات، لما تكلم ما فيش خيانه قطريه، ما فيش خيانه قطريه عندكم ولا شيء؟ لا قطر اخواننا. المهم خليني نكمل مداخلتي وبعد. اما عن غار جبيلات، لما تكلم ادريس استثمار 3.5 مليار دولار على 60 عام. قيمه الدولار تتغير من سنه الى اخر. 60 مليون دولار السنه، بعد 5 سنوات يصبح لها قيمه لربما تعاوض ميزانيه بعض الدول الافريقيه. والان الحديد لما نقول استخراج الحديد يعتبر ثروه هامه جدا حاليا في العالم، خاصه ان امريكا عرضوا على ترامب حاليا ان افتخار انهم ينتجون الحديد الصلب، لانه يدخل في عده انتاجات، خاصه الانتاج العسكري. الان الجزائر سيصبح لها دور وموقع هام من خلال هذا المنجم الذي كان مغيب، وكانت هناك ايادي اجنبيه لا تريد ان يستغل. الان الحمد لله الجزائر عرفت نقاط القوة التي، وبفضل استراتيجية الرئيس سي تبون الذي يعمل بصمت ويستغل نقاط القوة التي تتميز بها الجزائر. من بين هذه نقاط القوة التي سنبني بها اقتصادنا هو الموانئ. إن شاء الله ستصبح الجزائر نقطة عبور عالمية، وموانئ منافسة عالميا بسواعد جزائرية ومستغلة 100%، لا بسواعد أجنبية. 2، استغلال المناجم، خاصة منجم غار جبيلات، وسنصبح إن شاء الله من بين الدول التي تدعم الصناعات الثقيلة في العالم من خلال هذا المنجم، والذي يعتبر كثروة لضمان اقتصاد لبعض السنوات، ربما ل100 سنة أو أكثر إن شاء الله. سمعتني أخي سعد؟ الكلام يجب أن يكون مبني على معطيات حقيقية، ويكون بتحاليل ناس ذوي خبره. ما تجيبوش كلام تيك توكي من اجل
لا ندري ربما. وانا من الافضل كان من الافضل تغير الصوره الخلفيه تاعك، كنت دير تاع القالب السكر هذوك ربما الصواريخ جو سي با انا المعنى تاعك هو صواريخ هو رؤوس عجبك. رؤوس نوويه. هل هذا لك، هذه هذا دول لك الجزائر رؤوس نوويه، هذه رؤوس لك لك نوويه. لك لك يا اخي على هذا المداخله النوويه. شكرا طيب، شكرا. نمرر شكرا الكلام اخي، شكرا للناس شكرا. انا سامرر بس شكرا شكرا. قبل ما نعطي الاخ ادريس. راني هنا راني هنا. خليك لا تذهب يا اخينا، لانه عشان يرد عليك سي ادريس العلمي. راني بس هنا راني هنا. ايوه سد. اوكي، قبل ما ياخذ ادريس، يعني الرئيس عبد المجيد تبوله قال لك يعمل في صمت، ما ايش من صمت؟ صلى على النبي، اقل خطاب 3 ساعات من حقه يتكلم على كل شيء. ويا اخي انت لم تستطيع هل تعلم انه الامارات ما زالت الى هذه اللحظه الذي اكلمك فيها، وما زالت تعمل في ميناءين، ميناء الجزائر وجيجل او جنجن او شلوك الجن، ما زالت تعمل ويقول لك ايادي جزائريه 100%. والموانئ يقول لك هو ما عندوش خبره في التسويق العالمي. يا ادريس، هو قال كلامك تيك توكي، لكن هو كلامه من السوربون الفرنسيه. هو مع احتراماتي له قال كلاما عاطفيا، وهذا الكلام العاطفي احيانا لا يصلح في مساله التفسير. حينما تتكلم، دعنا نقول بان الاماراتيين غير موجودين في الجزائر. هل تعلم بان الفرنسي المقرب الى ماكرون رودولف سعاده، تسمع به ولا ما تسمعش به؟ وشركه CMA تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ هي المسيره لجميع الموانئ في الجزائر حاليا. عندك شي حاجه غيرها ولا طالع غير تهضر باش تهضر؟ الدخل خليه يكمل. كيف تتدخل؟ انتظر، سد الميكروفون. لا معطيك انا بعطيك يا اخي. المملوكه لرولف سعاده اخر، قول لنا العكس. هذه النقطه الاولى. حينما تتكلم على 100%، شكون اللي بني سكنات عدل في الجزائر؟ واخا نمشيو بعيد، المغرب بنى الملاعب ديالو بشركات مغربيه 100%. اعطينا انت شكون اللي يبني دابا في الملعب ديال بشار؟ ماشي شركات ديكسان التركيه. من يبني في الجزائر؟ يبني الاتراك راهم محتلين كاع الجزائر كامله، محتلين بشركه افكو اللي تصوب لك. بلاتي دقيقه. شركه افكو في اضرار واش دير؟ شركه داكستان هذه اللي كاينه ديال المملوكه للتركيين اللي راهي تبني حاليا في التيار. لمن انت سكنات عدل عباره عن صنادق وجدتي ليها الاتراك. وين هي الاستقلال عندك؟ انت صنادق وجدتي لهم براني تخلصوا بالعمله الصعبه. انت غتبني موانئ بالله عليك نورمالمون. راه عندك الشناوه، عندك الاتراك، وعندك الكرديين،